بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معاكم دكتور باسم علي، خريج كلية طب المنصورة، طب بشري دفعة 2004، وبقالي 10 سنين شغال في الجراحة العامة. وكنت النهاردة عايز أقول رأيي في نظرية إن الجسم ليه القدرة على الاستشفاء الذاتي واللي انبثق منها نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي. ودي وجهة نظري الشخصية من الناحية الطبية. آه، قبل ما دكتور ضياء يتوفى انا كنت يعني عدى عليا الفيديوهات بتاعته، والصراحه يعني ما يعني كان الكلام كله سوبرفيشال، سطحي، يعني كلام على اكل وبيض وفراخ وبتاع، فانا ما ابديتش اهتمام. بعد وفاته والجدل اللي حصل عليه على السوشيال ميديا، رجعت بقى اسمع الفيديوهات بتاعته، المحاضرات الكبيره بقى اللي هي موجوده على اليوتيوب، اللي بالساعه والساعه ونص والساعتين، تمام، اللي فيها كلام بقى طبي وساينتفك وكلام من ده. الكلام اللي هو بيقوله متطابق ومتوافق مع العلوم الطبية الأساسية اللي احنا اتعلمناها في كلية الطب، زي علم الفسيولوجي والتشريح والبايوكيمستري والهيستولوجي وبقية العلوم الطبية الأساسية. يعني الكلام متوافق معاها. بالنسبة لي وصفه للأمراض هو منطقي، بس محتاج طبعا ريسيرش عشان تعرف السبب الرئيسي للإيه، او تعرف ازاي المرض بيحصل ازاي. ماشي، خلاص احنا عرفنا ان السبب الرئيسي للامراض هي المعده، زي ما الرسول قال لنا المعده بيت بيت الداء. وعرف والعلاج حسب النظريه في الصيام، زي ما الرسول قال صوم وتصح. والحاجه اللي هناخدها للاستشفاء هي العسل، وعلميا سكر الجلوكوز هو اهم جزيء للجسم، خاصه المخ والخلايا، شغل كيمياء حيويه يعني. والعسل ده حاجه بسيطه، مش هتبقى تقيله يعني على البطن، وهتاخد الفايده اللي انت عايزها بكميات كبيره. وبدأوا زمايلي في الكليه يعني، زمايلي الدكاتره بدأوا ان هم يعني يسمعوا الفيديوهات بتاعت الراجل. التفاصيل مهمه جدا، الديتيلز مهمه جدا، الموضوع ما ينفعش يتاخد بالسطحيه دي. في تفاصيل مهمه لازم تتسمع يعني. وانا بسمعه، انا بسمع نفس الطب اللي انا درسته، بس بمنظور جديد خالص، يعني بمنظور جديد خالص. والمنظور ده منطقي جدا ومتوافق مع الدين، ومحتاج شغل، يعني محتاج شغل مننا، شغل